واش فراسك ان 92% ديال الناس اللي كيبداو شي هدف جديد كيوقفوا قبل ما يكملوا الشهر؟ وانا كنت واحد منهم. كل عام كنكتب لائحه طويله، غادي نقرا 20 كتاب، غادي نتعلم لغه جديده، غادي نربي فورمه زوينه. كدوز السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه كنسى اصلا واش كنت باغي ندير شي حاجه. كنت كنلوم راسي وكنقول انا ما عنديش الاراده، حتى اكتشفت ان الاراده ماشي هي المشكل الحقيقي. كاينه واحد الحاجه صغيره بسيطه ولكن القليل اللي كيهتم بها، وهذا الشيء علاش 8% غير هما اللي كينجحوا. في هذا الفيديو غادي نوريك شنو هي هذه الحاجه، والاهم من هذا الشيء كيفاش تكون انت من ديك 8%. المشكل الحقيقي علاش ما كنكملوش داكشي اللي بدينا ماشي الاراده او الانضباط، بل في واحد جوج ديال الحوايج اللي ما كنردوش ليهم البال، ولكن هما السبب في الفشل ديالنا. تخيل معايا فلاح باغي يخرج المحصول ديال الفلاحه ديالو، خاصو اولا يتسنى حتى يجي الموسم ديالها، من بعد كيحرث الارض، كيزرع، كيبقى يسقي فيها وكيهتم بها حتى كيجيه المحصول في الوقت ديالو. ولكن حنا كنزرع اليوم وبغينا نحصدو غدا. واحد باغي يربي فورمه زوينه، كيشوف فيديو في الانستغرام ديال واحد خونا كيقول انا غادي نولي بحالو في 3 اشهر. صديقي، خاصك تريني في الوقت، تقاد الماكله ديالك وتقاد النعاس ديالك، تتسنى الوقت الطبيعي اللي يقدر ياخذ ضعف او تريب الوقت اللي كنتي متخيل، ومن بعد تتسنى الوقيته اللي غادي الجسم ديالك يتطور على خاطرو لديك المرحله، لانه راه كل حاجه كتجي في الوقيته ديالها ماشي في الوقيته اللي بغينا حنا. ثانيا، غياب الخطه الواضحه. هذه هي القاتل الصامت للاهداف. كتشوف فيديو كتقول من غدا غادي نبدا نجري، ولكن امتى بالضبط، فين، كيفاش، الله اعلم. دراسه من جامعه كاليفورنيا لقات ان الناس اللي كتبوا الاهداف ديالهم حققوها بنسبه 42% اكثر من الناس اللي ما كتبوهاش. ولكن الكتابه وحده ما كافياش، خاصك خطه واضحه. ماشي تقول غادي نبدا نجري بحال هكا راك فاشل قبل ما تبدا. خاص يكون الهدف غادي نجري كل 3 وخميس وسبت مع 8 الصباح من الدار حتى الجردة او اي بلاصه اخرى، وغادي نرجع. شفتي الفرق؟ الهدف الاول ما باينش وحتى الدماغ ديالك ما غاديش يعاونك فيه، ولكن الثاني هدف واضح. زيد عليه حط هدف صغير، مثلا انا هاد الخطه غادي نمشي عليها لمده شهر باش تجيك سهل تتبع التقدم ديالك. وفي الاخير اتخصك الاراده فقط باش تحققه، لانه واخا تخطط حتى تعيا راه الا نقصك هاد المكون راك ما درتي والو. من بعد هذا الفيديو سير جلس مع راسك، هز ورقه وشوف شي هدف باغي تحققه. ماشي ضروري يكون هدف كبير، مثلا يقدر يكون انك باغي تبدا تراجع الامتحان نص ساعه في النهار. من هنا الامتحانات الموسم الاول، من تجي من لافاك او المدرسه غادي توضى تصلي وتقسم مع راسك، من بعد تمشي تراجع واحد نص ساعه، ودير انك باغي تمشي على هذا السيستم واحد الشهر. ومن الافضل دير شي حاجه تفكرك بهذا الهدف، حتى الا جات شي حاجه او حدث ونسيتي ملي ترجع تتفكرها. مثلا دير شي خلفيه في التليفون او شي تصويره سير طبعها وعلقها في البيت. المهم شي حاجه تفكر بها الهدف كل مره. هنا نكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو، ونتمنى حقا تكون استفدتي منه. الى عندك شي هدف شاركوا معنا في التعاليق، من هنا تبقاو يفكروك الاخوه بالردود ديالهم. والى حلقة قادمة، الى اللقاء.